مساء الخير عليكم، اليوم راح نعملوا طبيخة تاع الجلبانة بالخضار والدجاج. تبعوا معايا الوصفة. نشوفوا المقادير اللي تدخل فيها. هنا نجيبوا الخضر، يعني عندنا قرنون نقيوه مليح. يعني هذا وقتها، يعني نستغل يعني الخضروات ونطيبهم، وخاصة في فصل الشتاء. ملاح بزاف مفيدين. يعني نحاول إنه ندخّل الخضار ديما في الأكلات تاعنا، باه تكون غنية وتكون مفيدة. كيما نقولوا هذا الطبيخة تاعنا، يعني تنوعي الخضار حسب واش عندك أنتِ في البيت. أنا حطيت هنا قرنون، جلبانة، سنارية، بسباس، هاذوما اللي يخرجوا مع هذا الطاجين. هنا نحكم القرنون تاعي باش ما يكحليش. نجيب معايا القارص نحك القرنونة هذه كي نقصها، نحك لها القارص باه ما تكحلش سوا. خاطر ما راح نخلّيها، يعني مشني راح نطبخها دركا. أنا نجيب السنارية تاعي كيف نقشّرها. كيف البسباس كيف نجيبو. نقطّعو هكدا، نحيلو هاذيك القشرة اللي من فوق اللي تكون خشينة. هنا كيف هادي السنارية نقطّعها، هي راح نقص كل شي مكعبات صغير. هنا نجيب كيف حبّات البطاطا نقشّرها. هي البطاطا تعطي لها يعني بنة أخرى، يعني الجلبانة هي ممكن تعملوها جلبانة وقرنون فقط، لكن البطاطا والخضر متنوعة تعطي لها بنة مختلفة. نجيبو هنا الجلبانة كيف نفصصها. يعني الأمانة الجلبانة كي تعود هكذا ساعات ما تلقايهاش مليانة. تقولي نشراها كونجيلي خير، يعني تلقايها ملاحة وتجي حلوة. هنا تجيبي كمية من الجلبانة ما تخرجلكش مام با حتى، يعني هكا. الكمية اللي تجيباها كي تجي تفصّاها تلقاها كمية حفنة يعني خرجت لك. يعني الأفضل تاع الكونجيلي، أنا يعني حسب رايي تاع الكونجيلي خير، تجيكم بنينة يعني وحلوة. هاي شوفوا كيف هنا. هنا نبدأ نحط الزيت، طرف زيت في البرمة تاعي. نعمل 2 بصلات مقصوصين مكعبات صغار. لازم هنا البصل يتقلّى لي مليح باش نقدر نحط البسباس. البسباس والبصل لازم نقلّيوهم، كي يتقلّاو لنا مليح هذاك هو سر يعني البنة تاع الطبيخة تاعنا هذي. يتقلّى البسباس مع البصل، هو البصل هو الأول عفوًا، نقلّيه مليح، كي يتقلّى لي مليح البصل نزيد له البسباس. هنا راح نحط قطع من اسكالوب، قادرة تستغناي عن الاسكالوب يعني. نحط كيما نقولوا كي تقلى شوية البصل مع هذاك اسكالوب، نحط البسباس هنا قصيته كيما البصل مكعبات صغيرة، ونقليه مليح كيما قلنا حتان يدبال هو والبصل يتكرمل لنا مليح. نقليه حتان كيما قلت لكم يدبال. نزيدو هنا شوية تاع الملح، ما نكتروش في الملح، ونقلي. شوفوا حتى نشوفها كي اللي راح تلصق في البرمة. كي يتقلى مليح نزيدو الحبات تاع السنارية، 2 حبات سنارية مقطعين مكعبات، ونقليهم مليح. كي يتقلاو نحطو الكعبات تاع البطاطا الصغيرين هاذوك اللي حطيناهم 4 حبات، نقصوهم شوية خشان مشهم رقاق، ونزيدو نحطو 5 سنات تاع الثوم.
نربيهم هكذا. ونقلّي كيما مع بعضاهم هكذا نقلّيهم مليح. هنا نحط الجلبانة تاعي، شوفوا يعني كيما قُلت لكم كمية صغيرة تخرج لكم. هنا نحط القرنون كيف اللي قصيتهم نقصهم على 4 ونحطهم كيف يتقلاو. هنا بعد كيما قلنا تقلى البصل البسباس مليح، الآخرين نحطهم ورا بعضاهم كيف ونقلي نبقى نقلي. هنا سكرفشت 3 حبات تاع طماطم تاع حب كيف ونقلي. هنا راح نزيد مغرفة صغيرة تاع فلفل أحمر حار. الخضار ما نحبش توابل ياسر، وهنا نحط نُص هكذا على راس المغرف فلفل أسود، يعني ما نكترلهاش توابل باش تخلّي البنة تاعها. هنا باه نخاف تحرق نزيد لها شوية تاع الما باش ما تلصقليش، ونبقى يعني نزيد لها بالطرف يعني ما نحطش نمرقش ضربة واحدة، لأ نحط لها بالطرف الما، وكي نشوفها نشفت نزيد حتى نلقى الخضر تاعي طابت. هنا قبل ما كيما قلنا كي مرقنا أنا نحط مغرفة صغيرة تاع طماطم مصبّرة هكذا في الواحد. نزيد لها هكا كيما نقولوا خطورية، تزيد لها بنة نحبها كيما نقولوا، اللي يحب ما يحطش ما يحطش، يخلي طماطم حب فقط. هنا بعد ما غلات لنا هكذا وقربت راح تطيب لنا، نحطوا قرون تاع الفلفل الحار. أنا عندي صغار حطيت 4، نحطوا قرون تاع الفلفل الحار ونخلي المرقة تاعي تطيب حتى تختار لنا وندوقوا ملحها ونشوفوها بيان. ها هي الطبيخة تاعنا تاع الجلبانة وجدت. لازم تكون خاطرة ما يكونش فيها الماء، على ديك نقول لكم ملح ديما ما تكتروش حتى على الآخر ذوقوا. طبق يعني متنوع ومفيد يعني ورائع جدًا في الجو هذا. ها هو هنا الطبق طبيخة الجلبانة وجد. إن شاء الله تجربوه يعني ويعجبكم، يعني سهل ومفيد جدًا. إلى اللقاء في فيديو آخر بحول الله.